الاتنين برجر دول واحد ب 15 جنيه والتاني ب 150 جنيه. تعالوا بقى نشوف الفرق بين مكان مشهور ومكان مجهول. احنا بقى دلوقتي جبنا اتنين برجر، واحد تشيكن وواحد بيف في المكان المشهور. جبنا نفس الاوردر من مكان مجهول، واحد تشيكن وواحد بيف ومعاهم فرايز، وفرق السعر ما بينهم هو مش 10 اضعاف، هو 100 يعني واحد في البرجر ب 150 جنيه والتاني في برجر برضه 15 جنيه، يعني في تفاوت في الاسعار بشكل غير طبيعي. بقول لكم ايه، تعالوا بقى نشوفوا جبنا ايه. طبعا انا لو قلت لكم ان هي جت صدفه ان انا لابس التيشيرت اللي عليه برجر هارد ريفيو عن البرجر فمش هتصدقوا. طبعا اول نبداوا ببرجر الاغنياء. ده بقى كده المطعم المشهور، طلبنا منه 2 برجر، واحد تشيكن واحد بيف وفرايز، بيجي معاه مناديل وكيسين كاتشب، كل برجر منهم كيس. يلا بقى كده نشوف المطعم المجهول ونشوف الباكجنج بتاعه عامل ازاي والفرق ما بينهم ايه. في زياده هنا مخلل. المطعم المشهور ما جابش مخلل. شكل المطعم المجهول ابو كيسه صفرا، الباكجنج بتاع المطعم المجهول، وده كده الباكجنج بتاع المطعم المشهور. في فرق رهيب، بس برضه كل حاجه ليها سعرها، يعني ده ب 150 جنيه ده ب 15 جنيه، يعني في فرق صفر في الموضوع. المطعم المجهول بقى طلبنا منه 3 سندوتشات، واحد تشيكن واحد بيف واحد بطاطس، عشان قال لي ما بيبيعش بطاطس سايبه لان هي بقت غاليه، فمش عارف ازاي ما بيبيعش بطاطس سايبه بس بيبيعها في السندوتشات عادي. ده بقى عليه بيجي مخلل بس ولا بيجي كاتشب ولا مناديل. طبعا لما جه في المطعم المشهور هم بقى بيحبوا يريحوك وبيحطوا الكاتشب جوه السندوتشات. يلا بقى كده نبداوا اول حاجه بالبيف من المطعم المشهور والمجهول. ايه هو ده البيف الايه الميني بيف ده تقريبا هو في المطعم المشهور ميني بيف، هو ده ميني بيف. بصوا شكله عامل ازاي، بيفكرني قوي بالساندوتش اللي كنت باكله من ماك قبل المقاطعه. بصوا شكله ده بقى بيبقى فيه امريكان تشيز والبرجر وخيار مخلل وكاتشب وبس على كده. ده بقى شكل البرجر سنجل من المطعم المشهور. يلا بقى نشوف شكله ايه في المطعم المجهول. جبنا بقى البيف برجر من المطعم المجهول عشان نقارنه بالمطعم المشهور. اوبا ايه ده ايه ده ايه ده. بصوا كده اول حاجه شكل الساندوتش، بيبقى بقى فيه خيار وكاتشب برجرايه وطماطم وكاتشب تاني وشويه مايونيز عشان يطلع لك في الاخر شكله كده. في البدايه اصلا انا فكرت ان هو ناس يحط البرجرايه بسبب ان باينه اصلا الساندوتش خالص، هي تحسها تايهه كده جوه العيش. ده شكل الباكجنج بتاعه. تعالوا بقى نبدا باول واحد كده وهو المطعم المشهور، نسخه من الساندوتش بتاع ماك بس طعمه جامد قوي. ايه ده، انا حجمه صغير بس هو طعمه حلو. تعالوا بقى كده نشوف المطعم التاني المجهول. ناخد بقى كده اول قطمه ونقول بسم الله. البرجرايه تايهه جوه، احنا محتاجين كذا قطمه عشان يدخلوا البرجرايه ذات نفسها. نعمل كده ونطلعها لبره. حاسس ان انا كنت باكل لحمه وهنا ما باكلش لحمه. في فرق درجات رهيب. بصوا مبدئيا كده الجنب ده ما فيهوش برجر، الجنب ده بس اللي فيه برجر، الحته دي كلها فاضيه. مش طعم لحمه اصلا، مش طعم برجر. البرجرايه خالص تحس بالطعم اصلا، تحس ان انا باكل عيش بخيار، خيار طعمه طاغي قوي. ايه الدنيا. طبعا بقى يا جماعه انا عارف ان الناس هتقول لي في فرق كبير جدا بين الساندوتش ابو 150 جنيه والساندوتش ابو 15 جنيه، بس دايما بيبقى فيها اماكن مجهوله والرينج بتاعها مجهول اكتر منها وبتنافس براندات اصلا عالميه، عشان كده حبيت اجيب من اماكن مجهوله واماكن مشهوره. وبقى هل فعلا لو دفعت 15 جنيه في برجر هتوفر 135 جنيه ولا تدفع 150 جنيه؟ عشان كده قلت اجيب من الغالي ومن الرخيص. طب كده ندخل على التشيكن. بص الباكج ده تقريبا بتعمل الساندوتش ده كله. باكجنج ايه مشهور عالمي. اشمعنى كل ده ساندوتش تشيكن والبيف قد كده ليه؟ اصلا شكله اوبا اونيون رينجز ورانش وتركي مدخن وامريكان تشيز وخس طماطم وخيار مخلل صدر تشيكن. ده بقى شكله. تعالوا ندوق بقى كده. فين التشيكن؟ حاسس بطعم زيت لان هو كان بيقليها، انا شفته هو بيقليها، لكن بقى هل شفته هو بيعملها؟ لا. وده حلو لو انت معاك 15 جنيه وجعان بتاكل حاجه ما فيهاش طعم بس حاجه بتشبع، انت فاهم؟ لو معاك 15 جنيه تخش تشتريه كل حاجه تسد جوعك. بصوا مبدئيا لو هاكله لوحده حلو، اما بقى لو هقارنه بالمطعم المشهور فهو ما فيش مقارنه اصلا، دي حاجه انا اكتشفتها دلوقتي. تعالوا بقى كده اخر حاجه نجربها من المطعم المشهور والمطعم المجهول هي الفرايز. ده بيبقى شكل باكت الفرايز. لكم بقى انا ليه جبت هنا سندوتش بطاطس هنا جه معاه فرايز، دي اتقال عليها فرايز دي اتقال عليها بطاطس. الراجل قال لي البطاطس بقت غاليه وما بقناش نبيعها سايب. قلت له ايه الحل دلوقتي، انا عايز اجرب البطاطس من عنده. قال لي بص هقول لك على حل، سندوتش البطاطس بيبدا من 7 جنيه. قلت له خلاص هات سندوتش. اداني كده عيش. بصوا انا لحد دلوقتي ما شفتش شكل البطاطس. احي ايه ده. ايوه عليكم يا مطاعم مجهوله انتوا، حطيت لي فيها فلفل. ايه ده، دي بطاطس وما بيقشرهاش. نعملوا حاجه حلوه كده عشان مقارنه بقى عادله بنسبه 100%. طبعا انا مش هقول لكم ان دي الفرايز بتاعت المطعم المشهور ودي البطاطس بتاعت المطعم المجهول، فرق بطاطسايه باينه. الفرايز فارم فريتس اللي عارفينها بس معهاش متبلات، عليها ملح بس. انا عايز انقي احسن بطاطستين فيهم، دول احسن بطاطستين احنا طلعناهم. انت لما تبقى بتاكل بطاطس مهروسه بس مقليه تعالوا جربوها بالكاتشب. الكاتشب بتاعهم تحفه.
في طعم صعب، ربنا في طعم صعب في البراز دي. تعالوا نجربوا اخر حاجه املنا فيها المخلل، ده المخلل بتاع المطعم المجهول. بسم الله. بتاع كلتها فقره ميه، بصوا. واكتبوا لي بقى اماكن مجهوله اجيب منها قصاد اماكن مشهوره.